ببص لقيت صاحبي الالماني بيتصل بيا بيقول لي شفت اخر فيديو انت كنت عامله على الاكل على اليوتيوب، وعايزك تعزمني على اكل مصري، فقررت اعزمه على حواوشي. يلا بينا نخش المحل العربي نجيب اللحمة المفرومة. جبت كيلو لحمة مفرومة، طبعا 80% حمرا و20% دهون. لازم حواوشي يكون معاه طحينة، فيلا بينا نجيب الطحينة. برطمان طحينة كان ب3 يورو 29 سنت. واقفين طبعا علشان نحاسب على الكاسة. رحت اجيب العيش من بيني، وعيش الحواوشي ده بيكون جامد جدا، بيكون موجود في بيني. الواحد تقريبا ب60 سنت او ب65 سنت. جبت 4 عيش. طبعا لازم زيتون مخلل، البيو ده بيبقى جامد اوي برضو من بيني. موتزاريلا طبعا لزوم التحنيش على الحواوشي، ولزوم التحلية رز بلبن كالعادة بعد أي أكلة حلوة. افرد اللحمة أول ما وصلت البيت. ملح، فلفل أسمر، ولازم تتبل وتحنش. قرفة أساسي معانا طبعا على اللحمة، وسنة جوزة الطيب بتعلي الكلام قوي. سنة شطة علشان تشطشط. وبعد كده قلب واعجن وحنش. 4 كور طبعا كيلو اللحمة. افتح العيش. طبعا والعيش بيتفتح كده لازم تخلي بالك علشان يكون ايه، مظبوط ومتحنش حلو. حط اللحمة يا باشا. ابدأ افرد بقى اللحمة في العيش وبالراحة علشان ما يتقطعش. طبعا العيش كان صابح وكان كويس جدا، سيبك من الحتة اللي اتقطعت دي. تحنيشة الموتزاريلا، وهي دي اللي هتعلي الكلام قوي وتدي دسامة حلوة وبتنقل الطعم فعلا في حتة تسعة. حط يا باشا ال4 ترغيفة في الفرن وتلت ساعة. اعمل طحينتك وسلطة الطحينة، خلي التفاح ورشة الملح، وخشلي كلوز بقى ومتع لي نظرك بأحلى رغيف حواوشي اسكندراني في الدنيا كلها. حرفيا صاحبي الألماني كان هيتجنن وهو بياكل. زي ما انت شايف كده طبعا معاك الشيبسي البرينجلز والزيتون، سلطة الطحينة، وأحلى تحنيش. وكانت أحلى رغيف حواوشي الواحد عمله بجد. وطبعا كالعادة لو وصلت لحد النقطة دي في الفيديو فشكرا جدا ان انت كملت الفيديو للآخر. اشوفكم في فلوج جديد ان شاء الله، واكلة جديدة جاية بإذن الله.